جاء وما سبب ادعاء البعض بكثرة الضعيف فيه؟ ما أصل الحديث الضعيف يؤخذ به كما أخذت به الأمة، ما أصل دي بدعة. لم يرد عن واحد من المسلمين الأئمة أنه ترك الضعيف أبدا، ولكن الضعيف يؤخذ من بعض بشروط: ألا ينسب في ذاته إلى رسول الله، ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون في الباب غيره، ألا يخالف أصلا من أصول الديانة، وأن يكون في فضائل الأعمال. أما اللوسدية بتاع الإخوة اللي جت بعد فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله إنه ارمي الضعيف في الزبالة، بدعة لم يفعلها إمام من أئمة المسلمين. ولما قلنا له الله يرحمه هو مين اللي عمل كده اللي انت بتعمله ده، مين اللي عمل؟ قال خمسة. قلنا له مين؟ قال البخاري. قلنا له البخاري ألف الأدب المفرد، والأدب المفرد مشحون بالضعيف. قال سيبنا من البخاري. قلنا له خلاص احنا سايبيننا دلوقتي من البخاري، وهو لسه عامل ايده كده يعني عدوا برضه لسه. يقول لك خمسة، مفيش خمسة. مين كمان؟ قال أبو شامة المقدسي. قلنا له أبو شامة في الباعث عن البدع والحوادث استدل بالضعيف، وادي اهو. قال ابن حزم. قلنا له المحلى مليء بالضعيف في أصل الأحكام. مين كمان؟ قال ابن العربي، أبو بكر بن العربي. قلنا له أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن استدل بالضعيف. مين كمان؟ قال مسلم في مقدمة صحيح تكلم على أنه الضعيف ده ما ناخدش بيه خالص. قلنا له طيب يصفو لك مسلم وبقية الأمة كلها، إيه اللي يخلينا نسيب آلاف العلماء ونمسك في قول واحد فقط إلا هوى النفس من الداخل؟ ده أنا محتاج للحديث الضعيف. قال لي محتاجه إزاي؟ قلت له محتاج له، ده النبي عليه السلام قال إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وده حديث ضعيف. ده محتاج أقول للناس عشان أعلمهم وكذا. النبي قال نظفوا أفنيتكم، وده حديث ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحاديث ضعيفة جدا، أحاديث ضعيفة كثيرة يعني، ومحتاجينها عشان نعلم الناس الأخلاق ونعلم الناس الإتقان والنظافة والحلاوة ما يرضيش أبدا، الله يرحمه، ما فيش. طيب بس الأمة كلها خدت بالضعيف، كلها من البخاري وانت نازل أخذ بالضعيف. صحيح البخاري عمل لنا كتاب ماتع اسمه الصحيح، ما دخلش فيه ضعيف. عارفين الدارقطني رجع وقال لا ده ضعيف، ده فيه 311 مش عارف ولا كام حديث ضعيف، يعني كمان في الصحيح فيه ضعيف. يا دي النيل. وبعدين ده لعب يا اخوانا والله. لكن احنا شوف الحديث عليه رونق ازاي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، اهو ده حديث ضعيف. كل قرض جر نفع فهو ربا، اهو ده حديث ضعيف. وهكذا. فالامر يا اخوانا مش كده، الامه ما كانتش كده. طب ما ليه اللي شيع هذا؟ الجهل. الشيخ الألباني ألف مؤلفات فلقوا 86% من أحكامه على الأحاديث تغيرت. في أول عصره قال ده ضعيف، وبعدين قال صحيح، قال ده صحيح طلع ضعيف، قال ده حسن طلع ضعيف، قال ده ضعيف طلع صحيح. 86%. فبيقولوا له هو بيستلم جايزة الملك فيصل: ايه رأيك، عملت ايه تجربة حياتك، شاهد على العصر؟ قال لهم والله الحكاية بينها يعني أوسع مما كنت أظن. طبعا أيوه، ده رد على البيهقي، ورد على الترمذي، ورد على ابن ماجه، ورد على البخاري، رد على مسلم، رد على ايه ده؟
وبعدين تبين له خطأ ما ذهب إليه. يقول لك أبو الزبير المكي عن جابر يبقى ضعيف لأن أبو الزبير مدلس. طب ده أبو الزبير المكي عن جابر في مسلم، قالوا إيه يعني مالناش دعوة بالرجال. ده اسمه يا إخوانا طحين، مش اسمه علم. وضعف اللي في مسلم. طب وبعدين؟ ورجع تاني صححه. طب وبعدين؟ فإذا بلاش كده، بلاش كده. شوف الإمام العراقي ما قالش الإحياء حرام، راح مخرج أحاديثه، ده صحيح، ده حسن، ده ضعيف، ده كذا، وراح مسمي الكتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما ورد في الأحياء من أخبار. ما قالش بقى ما تقراش الأحياء، عطالك الحكاية بتاعته. لما يجي بقى حديث لا أصل له قم تجتنب، زي تخلقوا بأخلاق الله، أهو ده لا أصل له. زي مثلا ولذلك نقول إيه ورد في الأثر، ورد في البتاع، ما نقولش قال سيدنا رسول الله، لأنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أدبني ربي فأحسن تأديبي، مش حديث. خلاص مش حديث، مش حديث، ما انتهى الأمر على كده، مش نقص. لكن الأحاديث الضعيفة اللي واردة بسند، اللي فيها كلام وأخذ ورد، اللي بنحتاجها، اللي الكلام عليه كده رونق النبوة، عليه رونق النبوة، وإن كان السند ضعيف وينفعنا ناخد بيه. هكذا كانت الأمة.